أسعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا، وهي دراسة قمت بها في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. اعتمدت فيها على مصادر سوف أذكر هذه المصادر في نهاية الحلقة. التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا. يعتبر الكرد أحد شعوب غرب قارة آسيا، وقد اتخذوا من الجبال الواقعة في تركيا الحالية. أنا سوف أسمي الدول بمسمياتها كي يعرف كل المستمعين ما أقصد، ولكن هذه الأرض أرض كردية كردستانية. اتخذوا من الجبال الواقعة في تركيا وغرب إيران وشمال العراق وسوريا موطنا لهم منذ القدم، ومع وجود صيغ عديدة للفظة الكرد بما تدل على معان مختلفة. ومنذ العصور القديمة كان هناك شعب تميز بكل المميزات القومية. تقع أرض الكرد في منطقة تتميز بطابعها الجبلي، واشتهرت مقاطعتها في التاريخ القديم بأسماء عديدة مثل سوبير، سوبارتو، كوتيوم، زاموا، كوهستان، بلاد الجبل. ولا تؤلف كردستان اليوم أرض ذات حدود سياسية معينة معترف بها، ولا تؤلف كردستان اليوم أرضا ذات حدود سياسية معينة معترف بها، وإنما تشكل جزءا من أراضي دول تركيا، إيران، العراق، سوريا. أما أسلاف الكرد فهم لولو، كوتي، حوري، ميتاني، كاشي، ميدي، ماني وكاردوخ. وهناك في منطقة الجزيرة العليا السورية الحالية تلال أثرية، تل موزان أي أوركيش، وتل ليلان، شاغر بازار، أشوكاني أو وشكاني. أوركيش تقع بين عامودة وقامشلو، فقد كانت مركز المملكة الحورية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كما كانت مدينة دينية مهمة ومركز لعبادة الإله كومباري، الإله الأساسي في الأساطير الحورية. وامتد نطاقها من مثلث الخابور حتى نهر ديالا، وشملت شمال بلاد آشور والمناطق الجبلية جنوب بحيرة وان. واستطاع سوشتتر توحيد مملكة ميتاني، ومناطق نفوذه امتدت من جبال زاغروس وحتى البحر الأبيض المتوسط. وكانت عاصمة سوشتتر هي مدينة وشكاني أو واشوكاني أي رأس العين، عربت إلى رأس العين في محافظة حسكة، والمحتلة حاليا من قبل تركيا ومرتزقتها من الجيش الوطني السوري. أما أهم الحكومات الكردية في العهد الإسلامي فقد كانت روادية، سالارية، حسنوية، شدادية، دوستكية أو مروانية نفس الشيء، ليرية، أردلانية، وإمارات أخرى أيضا. أما الدولة الدوستكية الكردية تأسست عام 982 للميلاد، ومؤسسها هو باز دوستك، وشمل حكم الدولة الدوستكية الكردية كافة الأراضي الواقعة في ولاية آمد بين قوسين ديار بكر وماردين سيرت بتليس، وقسما من ولاية موش وقضاء أرجيش، وأجزاء من الزاك ورها، وقسم من منطقة الجزيرة في غرب كردستان شملت منطقة سريكانية بين قوسين رأس العين حتى نهر دجلة، والتي تقع فيها الآن مدن درباسية، عامودة، قامشلو، ديريك. أي الدولة الدوستكية التي تأسست في العام 982 شملت كافة المدن التالية، يعني مواقعها من سريكانية إلى ديريك. أي بمعنى في ذاك الوقت لم يكن هناك اسم ولا ذكر ولا رائحة للدولة السورية. دامت الدولة الدوستكية حوالي 100 عام. تم تقسيم كردستان للمرة الأولى بين الصفويين والعثمانيين بعد معركة شالدريان عام 1514 للميلاد، كما تم تقسيمها للمرة الثانية في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 للميلاد. الآن نأتي إلى منطقة الجزيرة أي حسكة. تعتبر منطقة الجزيرة من المناطق الهامة في سوريا، وتقع في الشمال الشرقي من سوريا، تحدها من الشمال تركيا أو شمال كردستان، ومن الشرق جنوب كردستان أو العراق، ومن الجنوب محافظة دير الزور، ومن الغرب محافظة الرقة.
مساحة تبلغ مساحة منطقة الجزيرة 23,333 كيلومتر مربع. التسمية سميت بهذا الاسم نظرا لوقوعها بين نهري دجلة والفرات. أهمية منطقة الجزيرة: تأتي أهمية منطقة الجزيرة من أهميتها التاريخية والطبيعية والبشرية والاقتصادية، إذ نشأت في أراضيها حضارات دلت عليها الآثار المكتشفة حديثا، ويشهد على هذا مئات التلال المنتشرة في سهول المنطقة، وهذه التلال هي بقايا مواقع لتجمعات بشرية قديمة. ومدينة الحسكة أو هسكة هي مركز محافظة الجزيرة السورية، يمرها نهر الخابور، وتتكون الحسكة إداريا من 4 مناطق، وهي: 1. الحسكة، وتتبعها نواحي مرقدة، بئر الحلو، العريشة، الشدادة وتلتمر. 2. منطقة سريكانية أي بين قوسين رأس العين، وتتبعها ناحية ترباسية وزرقان، زرقان أيضا تم تعريبها إلى أبو رأسين. 3. منطقة قامشلي أو قامشلو، لا فرق، كلاهما اسم كردي، وتتبعها نواحي عامودة، تلحميس، تربسبية، تربسبية أيضا تم تعريبها إلى قحطانية. 4. منطقة ديريك بين قوسين المالكية، وتتبعها نواحي تشل آغا المعربة إلى الجوادية، وتلكوشر المعربة إلى اليعروبية. السكان: بلغ عدد سكان محافظة حسكة حسب إحصاء عام 1997 مليون و198 ألف نسمة. نسبة الكرد في محافظة الحسكة عموما هي 64% على الأقل. تسمية الحسكة: هناك أكثر من رأي لهذه التسمية، فمنهم من قال أن المكان كان مليئا بشوك اسمه حسك، ومنهم من قال أنه كان يوجد قارب على الخابور كان يسمونه حسكة، كان الناس يعبرون عليه من شمال النهر إلى جنوبه حيث الطريق إلى دير الزور. وهناك رأي ثالث يقول أن الخابور الذي يعبرها غرب الثكنة الحالية تقع على أنقاض المدينة التاريخية، يشكل ما يشبه الحسكة التي نراها في القمح والشعير، وتشكل ما يشبه صنارة جص الصيد. وكلمة الحسكة يقال بأنها مشتقة من الشوك. أما الرأي الغالب فإن أصل تسمية حسكة يأتي من أن السكان هسكة الأصليون هم أحفاد الكرد الهوريين والسوبارتيين، وهم بناتها الأوائل. إنهم الكرد الإيزيديين الشمسانيين الذين تذكرهم المصادر التاريخية بالبير تايون، أي رجال الدين الشمسانيين، وهم الذين ذكرهم عالم الآثار وأستاذ التاريخ في جامعة لندن العالم ديفيد أوتس، وقال عنهم أنهم كانوا يهرولون إلى معبد الشمس في الصباح الباكر مرتدين ملابسهم البيضاء، وقد بنيت الكنيسة الكلدانية على أنقاض المعبد الشمساني الإيزيدي. بعد الاستعمار الفرنسي الذي بنى معسكره في مدينة هسكة الكردستانية، استقبلوا الناجين من المذابح التركية الطورانية في القرن الماضي، ولم يكن وقتها هناك تواجد للعرب في المدينة سوى بعض العرب الرحل من رعاة الغنم الذين كانوا يخيمون في أطراف المدينة. طبعا هنالك شهادة تاريخية لعزت سليم بيك حيث كان موظفا في الدولة العثمانية، كان موظفا في ماردين، يقول التالي: أنه في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين أنه كان كلامه يقول التالي: كان ماردين مركز حكومة، وكان بين ماردين ودير الزور حوالي 200 كيلومتر، المسافة طويلة، كانوا يذهبون إلى دير الزور بالبغال والحمير. هو يقول بأنه من ماردين إلى الخابور لم يكن هنالك إلا بضع قرى للأكراد، أين في سريكانية، يعني مقابلها يقال عنه جيلان فينار في شمال كردستان أو تركيا، ومنطقة عامودة حاليا، وحتى نصيبين بعض قرى الأكراد. ويقول كان هنالك بعض الأعراب الشواية متناثرين مبعثرين جنوب نهر الخابور. هكذا تقول الشخصية التشاتشانية الغير كردية. هذه هي شهادته، عزت سليم بيك. على كل، يذكر عالم الآثار الفرنسي جان ماري دوران بأن مملكة كردا
التي كانت عاصمتها شنغال، وكانت تضم كامل الجزيرة الكردية مزرعة بوطان، وتضم حتى مدينة دير الزور، هو يقول كذلك، حتى حدود مدينة يمخاد أي حلب، هذه مملكة كردة. والأهم من كل هذا هو أن الكرد البيرتايون الذين تحدث عنهم العالم ديفيد أوتسن هم بالتحديد العشيرة الإيزيدية الهسكانية، وتمت تسمية مدينتهم على اسم عشيرتهم هسكا. وكانت هذه العشيرة العريقة منتشرة في كامل الجزيرة الكردية من شنغال إلى هسكا، ومن ضمنها ما تسمى شدادة. بناء الحسكة، متى تم بناء الحسكة كمدينة؟ في عام 1908 جاء المكان تجار من قلعة مرا التي تقع بين مدينتي ماردين ودير الزعفران في شمال كردستان أو تركيا، حيث بنوا أكثر من 10 دكاكين بجانب التل من جهة الغرب. ومنذ ذلك الوقت بدأت ترتسم معالم المدينة، وتزايد أعداد الفارين إليها إثر مذابح سفربرلك عام 1915 للميلاد، والتي شملت المسيحيين من آمد وماردين وطور عابدين وتياري وهكاري ورها وحران ونصيبين. طبعا كانت هنالك قرى وتجمعات في ذلك المكان، ولكن القصد هو بناء المدينة ذاتها. الآن نأتي إلى توطين العرب البدو في حسكة من قبل العثمانيين وإجراءات النظام السوري في محافظة حسكة. في العام 1907-1908 وأثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يبقى له سلطة فعلية وكان تحت الإقامة القسرية، وإنما السلطة الفعلية كانت بيد الاتحاديين، وكنتيجة لضعف الإمارة الملية الكردية قام الاتحاديون الأتراك بتغيير الطبيعة الديمغرافية في أراضي الملان، وفرض اللغة التركية على الدوائر الرسمية وأماكن التجارة الحكومية، وقاموا بتوطين العرب البدو في أراضي الكرد بحجة عمليات إصلاحية وعمرانية. وبني حينها 700 قرية من دير الزور إلى أراضي الكرد، وتم بناء سكنة عسكرية في موقع مدينة حسكة الحالية عام 1907 للميلاد، حيث وزعت الدولة العثمانية أراضي الإمارة الملية على البدو العرب من عشيرة الجبور القادمين من دير الزور، وأصلهم من شرق شبه الجزيرة العربية، وعشيرة البقارة القادمين من شمالها، وعشيرة طي كذلك وأصلهم من العراق، بهدف تحويلهم إلى حضر وتوطينهم في البلاد الكردية. وقاموا بتشجيع البدو الرحل على الاستقرار في الأرض وإعمارها بآلاف البيوت الطينية الحجرية، وتقديم إعفاءات ضريبية سخية لهم. وقد بنيت التجمعات الحضرية الكبيرة نسبيا في المواقع التأريخية الأثرية، وهي نفسها مدينة حسكة حاليا. طبعا في العام 1908 كما ذكرنا سابقا جاء مجموعة من التجار وهم من السريان أو المسيحيين من قلعة مراوية، وبنوا بيوتا ودكاكين فيها. وفي العام 1933 للميلاد تم استقبال المهاجرين النصاطرة ممن يدعون بأنهم آشوريون الذين كانوا في العراق منذ العام 1926 وقدموا إليها من جنوب الأناضول الذي غادروه مع بداية تكوين الجمهورية التركية، وبقوا من عام 1926 في العراق حتى هجرتهم إلى كردستان أي غربي كردستان حالية ودولة دمشق السورية عام 1933، كما تسارع انتقال العشائر العربية إلى نصيبين التي انفصلت عن حلب حينها بعد معاهدة لوزان عام 1923 للميلاد، وأصبحت نصيبين مقسمة إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي تم بناؤه من قبل الفرنسيين، وسميت قامشلي، حيث توافد إلى قامشلي الكثير من العوائل المسيحية من نصيبين وماردين، وسكنوا مع الكرد الحضر في المنطقة. وتسارعت وتيرة سير عشيرة طي في عملية التحضر كما هو الحال مع أخوتهم من عشائر الجبور والبقارة في الحسكة. طبعا ولا ننسى بأن الكثير من الكرد أيضا توافدوا إلى محافظة حسكة إثر مذابح سفر برلك. وبالرغم من ذلك لا زالت تخرج لنا العملة المصكوكة للدولة الدوستكية والميدية والميتانية،
وتاريخ الإمارات الكردية الإسلامية، وبخاصة الإمارة الملية التي تم حرق الكثير من وثائقها التي هي عبارة عن معاهدات واتفاقيات وملكيات الأراضي الموقع عليها من قبل سلاطين الدولة العثمانية والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي تم نفيه من قبل الاتحاديين. لكن لا تزال معاهدة العشائر العربية وتواقيعهم موجودة في الأرشيف الفرنسي الذي تعهدوا فيه بعدم الاعتداء على حدود الإمارة الملية الممتدة غربا حتى نهر البليخ في الرقة. كما استغلت بعض قبائل البدو في منتصف الأربعينيات دخول الجراد إلى الأراضي الزراعية الكردية، وهاجمت عشيرة البقارة أي البقارة منطقة درباسية من الجنوب والغرب أي قطاع عشيرة كيكان، وجرت معارك بين الطرفين انتهت بهزيمة المهاجمين. وفي نفس العام هاجمت عشيرة الجبور منطقة ميرسينيا، وأيضا تم دحر مهاجمين. في العام 1965 للميلاد تم تقرير مشروع الحزام العربي من قبل الحكومة السورية تنفيذا لتوصيات محمد طلب هلال، وتم بموجبه جلب العرب المغمورة أراضيهم بمياه سد الفرات وتوطينهم في منطقة الجزيرة عام 1973 ابتداء من الحدود العراقية شرقا وحتى سريكانية بين قوسين رأس العين غربا، وامتد الحزام بطول 300 كيلومتر وعرض من 10 إلى 15 كيلومتر، حيث تم سلب أراضي الكرد وعلى طول امتداد المساحة المذكورة وتوزيعها على العرب الغمر وتوطينهم، حيث بلغت قرى الغمر 40 قرية. كما قامت الحكومة السورية بتغيير أسامي المدن والقرى الكردية إلى أسام عربية. بلغ عدد سكان مركز مدينة حسكة وريفها 309,265 نسمة، ومن ضمن هذا العدد سكان مركز مدينة الحسكة الذي يبلغ 228,540 نسمة. يشكل الكرد في مركز المدينة حوالي 40%، 40 إلى 45%، ونفس النسبة أعتقد للعرب، البقية هم مسيحيين. هذا حتى نهاية العام 2012. المساحة تبلغ مساحة مدينة حسكة وريفها 1260 كيلو متر مربع. عدد القرى التابعة لمدينة حسكة 243 قرية ومزرعة. قامشلي وعفرين. قامشلي مدينة كردية تقع ضمن الجغرافيا السورية في جهة الشمال الشرقي على الحدود مع تركيا، وعلى مقربة من سفح جبل طوروس، ولا تبعد أكثر من 10 كيلومتر عن جبال طور عابدين، وهي مركز منطقة وتتبع إداريا لمحافظة حسكة. وتقع المدينة بالقرب من آثار مدينة أوركش القديمة تلموزان حاليا التابعة للهوريين، يسكنها كرد وعرب وسريان وأرمن واليهود سابقا، وقد تم تخطيطها وبناؤها من قبل الفرنسيين في العام 1926 بسبب الموقع الذي اعتبره الفرنسيون استراتيجيا بسبب وجود نهر جقجق وسكة حديد حلب نصيبين أو ما يسمى خط حديد طوروس، وكان فيها مطبعتان في العام 1960، وأول مطبعة كانت في العام 1946. سميت بعروس الجزيرة السورية لوفرة خيراتها الزراعية والنفطية والثروة الحيوانية. تسمية قامشلي اشتقاقا من كلمة كردية تعني القصب الذي كان يكسو ضفتي نهر جقجق الذي ينحدر من نبعين من جبل طور عابدين في شمال كردستان أو تركيا، مارا بمدينة نصيبين، مجتازا قامشلي مستمرا في جريانه حتى التقائه بنهر الخابور في مدينة حسكة. وقد عرف نهر جقجق في العهد الروماني باسم ميكدونيوس، أما العرب فقد أسموه بالهرماس،
وتعد قامشلي حديثة البناء. بلغ عدد سكان قامشلو أو قامشلي حوالي نصف مليون نسمة عام 2003. يشكل الكرد حوالي 80% من مدينة قامشلو. مساحة قامشلو 658 كيلومتر مربع، وتتبع لها 133 قرية. عفرين. تقع عفرين في الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وهي منطقة تابعة إداريا لمحافظة حلب. في العهد الروماني كان يمر من موقع مدينة عفرين الحالية إحدى الطرق الرومانية السريعة، لذلك كان من الضروري أن يكون هنالك جسر. وقد أظهرت الحفريات التي كانت تجري في الحي الجنوبي من المدينة القديمة، أي على الجهة الجنوبية من شارع طريق جنديرس، أحجار بناء ضخمة ربما كانت أساسات لأبنية قديمة أو أحجار القاعدة لذلك الطريق الروماني القديم. وتذكر كتب التاريخ أنه في القرون الوسطى حوالي القرن الرابع عشر للميلاد كان في موقع المدينة جسر يسمى جسر قيبار، على اسم المدعو قيبار صاحب حصن قيبار، الذي لا تزال تشاهد في شمال غربي قرية عرش قيبار الحالية. وفي أواخر العهد العثماني كان في المدينة خان لإيواء المسافرين وحيواناتهم بجانب الجسر في مكان مبنى البلدية الحالي تقريبا. وبعد وضع الحدود السورية التركية بموجب اتفاقيات فرنسية تركية في العام 1922، قسمت المنطقة بشكل رسمي إلى قسمين، فبقى القسم السوري دون مركز إداري تحل محل مكان مدينة كلس التي بقيت كافة الوثائق الإدارية وما يتعلق بأمور الناس الشخصية والسجلات النفوس وغيرها في كلس. وحينما سمى الفرنسيون القسم السوري من جبل الكرد بقضاء كرداغ في نفس العام، كان لابد من تأسيس مركز إداري للقضاء، فوقع اختيارهم الأخير على موقع مدينة عفرين أو آفرين الحالية بجانب الجسر الجديد الذي كان الألمان قد أقاموه هناك في أواخر القرن التاسع عشر. ولذلك كان الناس يسمون المدينة إلى أمد قريب بكوبري، أي جسر بالتركية. وباشر الفرنسيون ببناء الأبنية الحكومية ابتداء من العام 1923. التسمية. تعددت الآراء والأقاويل حول أصل التسمية، فمنهم من يجعله كرديا صرفا من آفاروي أي الماء الحمراء العكرة. أما أول اسم لي هكذا مكتوب في المصادر، ولكن سأقول لكم أول اسم بالفعل متى تم ذكر اسم عفرين. أما ذكر اسم عفرين بشكله الحالي من حيث اللفظ والمعنى فقد جاء في نصوص آشورية تعود إلى القرن التاسع على شكل أبري، وبنفس الشكل تقريبا في نصوص تاريخية للمؤرخ سترابون منذ القرن الخامس قبل الميلاد. ويجمع المؤرخون أن آب تعني الماء في اللغات الآرية القديمة، وهي الكردية الحالية ربما تعني مجرى أو سيل ماء. وهناك من يقول أن تسمية عفرين جاءت من كلمة عفرو وتعني بالآرامية الأرض الخصبة، كما جاء في المعجم الجغرافي السوري المجلد الرابع الصفحة 314. لكن تسمية عفرين أصلا مذكورة منذ العهد الساساني الكردي، والآفرين آفرين أي البركة، هذا الاسم قديم جدا. تمتاز عفرين بأشجار الزيتون، وفيها حوالي 18 مليون شجرة زيتون، كما تمتاز بمعالمها الأثرية مثل مغارة دودري والجسر الروماني ونبي هوري وقلعة سمعان وتل عندار الذي يحوي تمثال الأسد وآثار أقدام الإنسان القديم العملاق، كما تتواجد فيها ثروات باطنية كالنفط والحديد وحجر السجيل الزيتي والرخام والكروم والنحاس، كما تمتاز بمياهها الجوفية. ومن أحواضها الرئيسية حوض نبع باصوطة وعين دارة، وحوض نبع كفر جنة، وحوض نبع قرمكة في نبي هوري، وحوض نبع شيخ الحديد. السكان. بلغ عدد سكان منطقة عفرين حسب إحصاء عام 2006 نصف مليون نسمة، وتتبعها
7 نواحي مع المركز، يعني هي 6 نواحي مع المركز 7 نواحي، وهي جنديرس، شيخ الحديد، مابطلي، راجو، بلبلة، شران، إضافة طبعا إلى مركز مدينة عفرين. المساحة تبلغ مساحة عفرين 2033 كيلو متر مربع، وتتبعها 366 قرية ومزرعة. عفرين غالبيتها كردية بشكل مطلق، 95% من السكان، ولكن منذ العام 2018 إلى هذا العام، نحن في العام 2014، تم احتلال عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي بمساعدة مرتزقتها من المعارضة السورية، ومنذ ذلك العام حتى يومنا هذا يقومون بتهجير الكرد والضغط عليهم وسرقة كل شيء متعلق، حتى سرقة الآثار وتخريب القبور والمزارات للأديان الأخرى كالإيزيدية. لذلك للأسف لم يبقى في عفرين من الكرد إلا نسبة 30%، ربما أقل. كوباني المعربة إلى عين العرب تقع في الجغرافيا السورية الحالية في الشمال من هذه الجغرافيا، وهي منطقة تابعة إداريا لمحافظة حلب، تقع على بعد 30 كيلومتر شرقي نهر الفرات، وحوالي 150 كيلومتر شمال شرق حلب. غالبيتها الساحقة من الكرد وفيها بعض العرب، وكان يسكن فيها الكثير من الأرمن الذين نجوا من مذابح الأرمن وقد هاجروها إلى مدينة حلب والولايات المتحدة الأمريكية. كانت فيها 3 عيون ماء كبيرة جف آخرها في العام 1985، وقد خططت شوارعها من قبل الجيش الفرنسي، وبعض دوائرها الرسمية سرايا كانت بالأصل مخافر قديمة للجيش الفرنسي. التسمية: كوباني استمدت اسمها من اسم الشركة الألمانية التي أنشأت خط قطار الشرق السريع عام 1912، ولكن هذا الاسم غدا لاحقا عين العرب في إطار سياسة التعريب المتبعة بحق المناطق الكردية. وأجمع العديد من المسنين في المنطقة عن حكاية هذه التسمية، وما أجمعوا عليه هو أنه كان يوجد في المنطقة نبعان. الأول كان يسمى بكانيا مرشدي، أي نبع مرشدي، في حين سمي الثاني بكانيا عربة، نبع العرب، لأن العرب الرحل كانوا يأتون صيفا مع مواشيهم إلى المنطقة من وادي الرقة، وكان ذلك النبع مصدر مياههم. وهذا معناه أن سكان المنطقة الكرد هم الذين أطلقوا اسم عين العرب على نبع يقع ضمن منطقتهم. ويقال بأن الشيوخ العرب في تلك الفترة يقرون بالوضع ويعترفون بكون برية كوباني تابعة للمنطقة الكردية منذ البدايات. كوباني كانت تابعة سابقا لمدينة رها، أي هي كلمة كردية قديمة من العهد الساساني، الإمبراطورية الساسانية، أي رها أي جمع من الناس. ولكن بعد تقسيم الحدود بين فرنسا وتركيا في العام 1921 أصبحت كوباني مركزا للمدينة. عدد السكان: بلغ عدد سكان كوباني أكثر من 350 ألف نسمة بحسب إحصاء عام 2006. المساحة: تبلغ مساحة كوباني 2800 كيلو متر مربع، وتتبع لها عدد من النواحي الإدارية كالصرين والشيوخ، و400 قرية. ناحيتا صرين والشيوخ عربيتان. وتبلغ عدد القرى التابعة لناحية صرين حوالي 120 قرية، منها 30% قرى كردية. أما ناحية الشيوخ فتبلغ عدد القرى التابعة لها 65 قرية، منها 65% قرى كردية. أما مركز مدينة كوباني فنسبة الكرد فيها 100%، وبقية القرى كردية خالصة، فتصبح نسبة الكرد في منطقة كوباني 75%. الآن نأتي إلى سريكانية واشوكاني.
سريكانية المعربة إلى رأس العين مدينة أثرية كردية تقع في الجغرافيا السورية في شمال محافظة حسكة على الحدود التركية، حيث تبعد حوالي 85 كيلومتر عن مدينة حسكة، وهي مركز منطقة وتتبع إداريا لمحافظة حسكة، وهي مدينة قديمة جدا. كما دلت المكتشفات الأثرية في تل حلف، ودلت على وجود شعب قديم عريق عبر التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة كبيرة. ويقول العلامة محمد أمين زكي نقلا عن المؤرخ سير سيدني سميث: كان هناك في العهود القديمة منطقة شمالها بحيرة وان، وشرقها كركوك، وجنوبها بابل، وغربها وادي الخابور، وكان يستقر في هذه المنطقة شعب باسم السوباريون. والسوباريون في القسم الغربي من نهر دجلة كانوا يعرفون باسم الهوريين أو الحوريين، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف. إذن السوباريين هم نفسهم الهوريين الحوريين، سوباري حوري يكن. وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف، وكانت العاصمة معروفة باسم واشوكاني، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع قبل الميلاد، أي حوالي 3500 عام قبل الميلاد. التسمية سريكانية تعني بالعربية رأس العين، وذلك بسبب ينابيعها، وتشتهر بينابيعها الكبريتية. والتسمية القديمة هنالك البعض يقول آش وكاني أي الطاحونة والماء، ولكن أعتقد هذا رأيي وأنا مقتنع بهذا الرأي أنه آت من وش كاني. وش كاني، وش بالكردية تعني العذب، كاني تعني الماء، النبع، أي النبع العذب. هذا رأيي. وقد تم تعريب اسم المدينة مثل غيرها لتصبح رأس العين. عدد السكان: عدد سكان سريكانية مع الريف 124 ألف نسمة، أما عدد سكان المدينة فيبلغ 40 ألف نسمة. مساحة سريكانية هي 3439.24 كيلومتر مربع، وعدد القرى التابعة لها 137 قرية. الآن لم يبقى فيها كرد ولا عرب، وإنما فيها المستوطنون بعد احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي في العام 2019 في أكتوبر تشرين الأول عفوا، واستوطنها الغرباء من بقية المناطق، حيث جلب المرتزقة عائلاتهم وأهاليهم إليها. للأسف لم يبقى فيها. سمعت طبعا بأن أحد الأصدقاء قال بأن لدي إحصاء دقيق للباقين في سريكانية بأنهم الأصليون، طبعا السكان الأصليين، بأنهم 60 شخص فقط، عرب وكرد. ربما لديكم معلومات أكثر، لا أعرف بالضبط كم بقي من السكان الأصليين في سريكانية. نأتي إلى عامودة درباسية غريسبي. أولا عامودة، مدينة عامودة تقع مدينة عامودة في الشمال الشرقي من سوريا على الحدود مع تركيا، وتتبع لمنطقة قامشلي في محافظة حسكة. تقع غرب مدينة قامشلي، تبعد عنها حوالي 30 كيلومتر، وشمال شرق مدينة حسكة وتبعد عنها 80 كيلومتر، ويمر فيها نهر صغير يدعى نهر داري. يوجد فيها 3 تلال أثرية: موزان أي أوركيش، موزان أوركيش، وتل شاغر بازار، وشرمولة. وقد تم التنقيب والكشف عن تاريخها، كما ذكر اسم عامودة في كتاب نشوة المدام في العودة إلى دار السلام للمؤلف الشهير العلامة محمود الآلوسي، حيث زارها في رحلته سنة 1267 للهجرة، وذكر أن فيها 70 بيتا، وفيها مسجد
وهذا يفيد بأنها كانت عامرة قبل 150 عام، وهي من أقدم قرى ومدن محافظة حسكة. التسمية، سأقول لكم التسمية القصة الأسطورية التي يتداولها المسنون، قصة أسطورية أي غير حقيقية خيالية، تفيد بأن ابنة ملك ماردين قد ولدت سفاحا، وأمرت بإبعاد ابنها، فعلقه المكلف بهذه المهمة على عامود ونصبه قرب تل عامودة حاليا. وعندما اكتشفته قافلة مرت من ذلك المكان، تناقل القوم قصة العامود والطفل، وأصبحت المنطقة تعرف باسم العامود. وعندما بنيت القرية سميت عامودة، ليس صحيح، عامودة، آمدة، آمدية، كلها أسامي كردية. آمد في شمال كردستان، آمودة في غرب كردستان، آمدي في جنوب كردستان، كل هذه الأسامي. وآمد في اللغة البهلوية الكردية، آمد تعني المجيء، آمدشم أي المجيء، كلمة كردية خالصة. عدد السكان حتى العام 2013 بلغ عدد سكان عامودة حوالي 200 ألف نسمة، معظمهم من الكرد، ولا تتعدى نسبة العرب 1%. المساحة، مساحة عامودة 1000 كيلومتر مربع، ويتبع لها عدد من القرى وتبلغ 168 قرية معظمها كردية. درباسية، تقع درباسية شمال شرق سوريا، طبعا هي جزء لا يتجزأ من غرب كردستان، على الحدود مع شمال كردستان أو تركيا، حيث تقع مقابل محطة القطار التي أقيمت في العهد العثماني حوالي عام 1908 لقطار الشرق السريع، عند قرية في شمال كردستان أو تركيا تسمى أيضا درباسية. درباسية تتبع إداريا لمحافظة حسكة، وتتبع لمنطقة سريكانية، وتبعد عنها طبعا عن الحسكة حوالي 80 إلى 85 كيلومتر، وتتوسط مدينة عامودة ومدينة سريكانية. تم بناء درباسية في العام 1931 عندما تم حفر بئر وظهر الماء العذب فيه، وقبل ذلك كانت قرية قرمانة هي العامرة. التسمية، هنالك عدة نظريات تتعلق بالتسمية. السبب الأول يقول هو طبعا هو البناء الجملوني الشكل لمخازن الحبوب الفرنسية. البناء الجملوني الشكل لمخازن الحبوب الفرنسية، الذي كان يسمى بالسريانية دربيس، الذي أقيم بجانب القشلة المخفر الفرنسي، وهو البناء الأول الذي تم تأسيسه ولا زال قائما ومستخدما. طبعا لدينا في مدينة درباسية ذلك البناء الجملوني لمخازن الحبوب طبعا، ونعلم بأنه منذ العهد الفرنسي، يقال بأنه كان يسمى دربيس، لذلك تم تسمية المدينة بدرباسية. الرأي الآخر يقول تعود هذه التسمية لباني القرية الكردية في الجانب التركي، الجانب الكردي الجهة الأخرى المقابلة لمدينة درباسية لدينا، وكان اسمه درباس، هكذا يقال. عدد سكان، بلغ عدد سكان درباسية 110 آلاف نسمة حتى بداية العام 2013. يشكل الكرد فيها أكثر من 97%، والباقي عرب ومسيحية. تتبع لمدينة درباسية 204 قرى، تم ضم 31 قرية منهم لناحية زرقان، والغالبية العظمى من هذه القرى كردية. طبعا لم أذكر قرى المغمورين أو قرى المستوطنين العرب الذين جلبتهم الحكومة السورية وقامت بتوطينهم في منطقة درباسية عام 1973، لسبب بسيط أنهم ليسوا من أهل المنطقة وإنما مستوطنون، لذلك هم غير مشمولين بالإحصاء. نأتي إلى غريسبي أي تل أبيض. تقع غريسبي تل أبيض على الحدود التركية أي شمال الرقة ب100 كيلو متر، وتتبع إداريا لمحافظة الرقة، وتاريخيا هي جزء لا يتجزأ من غرب كردستان، فهي صلة وصل بين كوباني وسريكانية، يعيش فيها الكرد والعرب والأرمن والتركمان، ويتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويشكل الكرد أكثر من
أي حوالي 100,000. تقع القرى الكردية اعتبارا من جريس بي تل أبيض المركز وغربا حتى الحدود الإدارية لمحافظة حلب، ويبلغ عددها أكثر من 100 قرية. وهناك قرى تقع جنوب أوتوستراد حلب حسكة، ومعظم هذه القرى متواصلة جغرافيا باستثناء بعضها تم استحداثها من قبل النظام بعد العام 1963 أي انقلاب حزب البعث. أما القرى العربية فتقع جنوب وجنوب شرق تل أبيض وبين تل أبيض وسريكانية. تل أبيض المركز فيها حوالي 45% كرد، 45% منها عرب، و10% تركمان وأرمن. جاءت التسمية من تل لونه أبيض بتربة كلسية، وهو موجود شرق المدينة على الطريق الحدودية مع شمال كردستان أو تركيا. مساحة جريسبي تل أبيض 5092 كيلومتر مربع. الآن نأتي إلى تلتمر، تلبراك، زرقان. تلتمر عندما أقول تقع شمال شرق سوريا فأنا أقصد كدولة معترف بها بشكل رسمي، ولكنها أرض كردية كردستانية. تلتمر تقع شمال شرق سوريا، وهي مركز ناحية تتبع منطقة حسكة، وتبعد 40 كيلومتر عن مدينة حسكة، و35 كيلومتر عن مدينة سريكانية على ضفة الخابور، وعلى امتداد لمسافة 1 كيلومتر تقريبا. يحدها من الجهة الشرقية الطريق الواصل بين حسكة وسريكانية، وأما جنوبا فيحد البلدة الأوتوستراد الذي يصل بين حلب وقامشلو. في العام 1933 إلى 34 كانت بداية التوافد على هذه المدينة، حيث أن السكان القرية الأصليين كان لا يتجاوز 15,000 نسمة، ولكن اجتذبت العديد من الأشخاص بسبب الموقع الاستراتيجي لها. أما القرى التابعة لهذه المدينة فلها تاريخ طويل يمتد إلى العصور القديمة، كما أثبتت أعمال التنقيب في بعض التلال القريبة من المدينة. هنالك رأي فيما يتعلق بالتسمية يقول بأن التبادل التجاري بين القوافل التجارية والسلعة الأساسية للتبادل كانت التمر، لذلك وهنالك تل لذلك سمي بتل تمر، وهذا الرأي غير صحيح. الرأي الغالب هو أن صاحب هذه المنطقة كان تمر أو زور تمر آغا الملي الكردي نتيجة لاسمه، وهذه الأراضي كانت له تم تسميتها بتل تمر. عدد سكان مدينة تلتمر حوالي 45 ألف نسمة، تتوزع بالتساوي بين الكرد والعرب والمسيحيين، وذلك حتى العام 2013. تبلغ مساحة تلتمر 1980 كيلومتر مربع، وتتبع لها 76 قرية. تلبراك أيضا تقع في شمال شرق سوريا، حيث تقع غرب نهر جقجق أحد روافد نهر الخابور، وهي مركز ناحية تابعة لمحافظة حسكة لمنطقة حسكة، تبعد 42 كيلومتر عن مدينة حسكة، كما تبعد 45 كيلومتر عن مدينة قامشلي. تلبراك من التلال الأثرية، يعود تاريخ هذه التلال إلى 3500 قبل الميلاد، أي من عهد الخوريين. بلغ عدد سكان تلبراك حوالي 50 ألف نسمة حتى العام 2013، ومساحتها 116 كيلومتر مربع، وتتبع لها 252 قرية ومزرعة، من ضمنها 73 قرية كردية تقع كلها في الجهة الغربية من تلبراك. نأتي الآن إلى زرقان أيضا تقع في شمال شرق سوريا، أي الأصح غربي كردستان، وهي مركز ناحية تتبع لمنطقة سريكانية، وقد تم اعتمادها ناحية ولم يتم نقل الدوائر الخاصة بالناحية، وتبعد عن سريكانية 28 كيلومتر وعن الحسكة 80 كيلومتر. تسمية طبعا تم تعريبها إلى أبو رأسين، وذلك بسبب وجود تلين في المدينة ملتصقين ببعضهما البعض ويشكلان رأسين متقابلين، ولكن اسمها زرقان. عدد سكان منطقة زرقان مع ريفها 41 ألف نسمة في العام 2013. المساحة تبلغ مساحة
زرقان أو أبو رأسين 400 كيلومتر مربع، وتتبعها 88 قرية. تربسبية. الآن نأتي إلى تربسبية. طبعا المصيبة والنكتة عندما يقوم نظام شوفيني بتعريب اسم منطقة أو مدينة أو قرية تابعة لشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، فإنه يعطيها اسما عربيا، بحيث من يسمع هذا الاسم سيظن بأن هذا المكان مكان عربي خالص، ليس فيه أحد سوى العرب، مثل القحطانية، العدنانية، القنيطرة، أسدية إلى آخره. المهم نأتي إلى موضوعنا عن تربسبية، وهي مدينة تربسبية التي تقع في شمال شرق سوريا، وهي مركز ناحية تتبع لمنطقة قامشلي في محافظة حسكة، وتبعد حوالي 30 كيلومتر عن قامشلي و70 كيلومتر عن ديريك. يعيش فيها الكرد والعرب والمسيحية، وقد ألحقت بالأراضي السورية عام 1922 باعتبارها جزء من الجزيرة السورية أو مزرعة بوطان، وتجاورها 3 سدود، وهي مزقفت، تشل آغا المعربة إلى الجوادية، دمر قابو المعربة إلى باب الحديد. تسمية. لماذا سميت تربسبية؟ بسبب القبور البيض، حيث كانوا يكسون قبورهم بالكلس الأبيض. طبعا تم تغيير اسمها وتعريبها للقحطانية منذ العام 1969 للميلاد. عدد السكان. بلغ عدد سكان تربسبية مع الريف حوالي 130 ألفا، وذلك حتى العام 2013. أما مساحتها فتبلغ 865 كيلومتر مربع، وتتبع لها 142 قرية. نأتي إلى تشل آغا. تقع أيضا في شمال شرق سوريا، وهي مركز ناحية تتبع لمنطقة ديريك في محافظة الحسكة، تبعد حوالي 40 كيلومتر عن ديريك المعربة إلى المالكية، وحوالي 30 كيلومتر عن تربسبية، وحوالي 60 كيلومتر عن مدينة قامشلي. يوجد سد تجميعي في تشل آغا اسمه سد الجوادية، أنشئ في العام 1974، يخزن أكثر من 1820 متر مكعب من الماء. تسمية تشل آغا أي 40 آغا بسبب كثرة الأعيان والوجهاء فيها، حيث كان يبلغ عددهم 40 آغا. طبعا تشل آغا تم تعريب الاسم إلى جوادية. عدد سكان في مركز المدينة يوجد حوالي 5000 نسمة من الكرد والعرب، وعدد قليل جدا من المسيحيين الساكنين في المساكن التابعة لمديرية النفط. أما إجمالي عدد سكان تشل آغا يعني مع الريف فيبلغ حوالي 30 ألفا حسب إحصاء العام 2009 للميلاد. تبلغ مساحة تشل آغا 477 كيلومتر، وتتبعها عدد من القرى تبلغ 60 قرية. جركيلاجي المعربة إلى معبده. جركيلاجي تقع في أقصى الشمال الشرقي من سوريا في غرب كردستان، وهي مركز ناحية تتبع إداريا لمنطقة ديريك في محافظة حسكة. تبعد عن ديريك 25 كيلومتر، وتبعد عن قامشلو 65 كيلومتر. جاءت التسمية بسبب تجمع طائر اللقلق في فصل الربيع فوق التلة الموجودة قرب المدينة، وقد تم تعريب الاسم من جركيلجي إلى معبده. أما الترجمة العربية لجركيلجي هي تلة اللقلق. عدد السكان. بلغ عدد سكان جركيلجي 90 ألفا حتى العام 2013. طبعا نسبة الكرد فيها حوالي 98%. مساحة جركيلجي 102 كيلومتر مربع، تتبع لها 62 قرية. رميلان مدينة عمالية بجانب جركيلجي، تتألف من 3000 وحدة سكنية من الطراز الحديث. تم بناؤها من أجل الموظفين الذين يعملون في آبار النفط، وعدد سكانها 11 ألفا، 40% منهم أبناء المنطقة، و60% منهم موظفين من المحافظات الأخرى. نأتي الآن إلى ديريك. ديريك أيضا
في غرب كردستان، تقع في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وتقع على بعد 185 كيلومتر شمال شرق حسكة، و98 كيلومتر شرقي قامشلو، وهي منطقة وتتبع إداريا لمحافظة حسكة، تتمتع بموقع استراتيجي هام من حيث وقوعها في المثلث الحدودي بين سوريا الحالية، تركيا الحالية، وعراق الحالي. تسمية ديريك أو ديركا حمكو هي نسبة إلى الدير، دير كنيسة، دير الكنيسة. طبعا اسمها أيضا حتى الآن الكرد يقولون عنها ديركا حمكو. في العام 1936 تم تحويلها إلى قائمة مقامية واستبدال اسمها من ديريك إلى قائمة مقامية الدجلة بموجب المرسوم 346 بتاريخ 24 آذار عام 1957. تم استبدال اسم المدينة وأطلق عليها تسمية المالكية نسبة إلى العقيد عدنان المالكي. وبعد ذلك بعد ذلك مخطط عمراني حديث لها، ووسعت مساحتها بشكل كبير وعلى عدة مراحل. كانت منطقة ديريك الحالية ومنذ القرون الوسطى تابعة لإمارة بوطان، حكام مدينة جزيرة بوطان، وكانت آخرها إمارة البدرخانيين التي حكمت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. من أنهار المنطقة دجلة ورافده صفين، ومن بحيراتها بحيرة سد السفان على نهر الصفين. عدد سكانها بلغ عدد سكان ديريك حوالي 175 ألف نسمة في العام 2013. يعيش في المدينة نفسها حوالي 50 ألف، منهم حوالي 15 ألف من المسيحيين. وديريك أيضا هي إحدى المناطق التي قامت الحكومة السورية بتوطين عائلات عربية كثيرة فيها للتأثير على التركيبة السكانية الكردية فيها. مساحة ديريك 1140 كيلومتر مربع، تتبع لها 126 قرية. الآن نأتي إلى كرد اللاذقية. كرد اللاذقية يشكلون حوالي 40% من سكان الساحل السوري، وهم لا يتكلمون الكردية، إنما هم فقط من أصول كردية. من أهم مراكزهم سلسلة الجبال المسماة باسم جبال الأكراد. جبال الأكراد طبعا ليس فقط تأخذ جزء من أراضي محافظة اللاذقية، بس محافظة اللاذقية وحما وإدلب أيضا. طبعا هم وجودهم قديم جدا قبل الميلاد، ولكن الموجة الأكبر كانت في عهد الدولة الأيوبية عندما جاءوا مع صلاح الدين الأيوبي، والبعض منهم أيوبيو النسب. تركهم صلاح الدين في جبال اللاذقية ليشكلوا فرقا عسكرية خفيفة وسريعة الحركة تنهك العدو وتمنعه من الاستقرار في الساحل، بينما تصل الجيوش من الداخل السوري. وقد نجحت خطة صلاح الدين في حماية الساحل السوري على مدار 850 عاما. كان جيش المسلمين كلما أراد الهجوم على بيت المقدس يتعرض للهجوم من الصليبيين القادمين من اللاذقية، مما اضطر صلاح الدين لتحرير اللاذقية، وكان أمامه خياران. الأول ترك حامية كبيرة بها لحمايتها، وهو خيار أثبت فشله لسببين: الأول سهولة الالتفاف عليه وضربه من جبلة أو البسيط، والثاني سيخسر المسلمون خدمات هذه الحامية. فالمعركة الأساسية كانت معركة بيت المقدس، لذلك لجأ إلى الخيار الثاني وهو التغيير الديمغرافي بزرع أهله بجبالها. بعد تحرير قلعة صهيون كان للكرد طبعا دور بارز بمختلف الأحداث التي مرت على الساحل. لعل أهم أدوارهم هي هزيمتهم للفرنسيين في المجازر التي شهدتها بابنا عام 1918، وحصولهم على الحكم الذاتي طيلة فترة الحكم الفرنسي لسوريا، ونضالهم الشرس ضد آل الأسد في الثمانينيات. بعض قرى جبل الأكراد، طبعا مصيف سلمى ودورين المريج ومدينة أو ناحية كنسبة والمارونيات عكو شلف كباتي. معلومة فقط: عكو أخبرني الكرد في جنوب كردستان أي إقليم كردستان العراق بأن يوجد لديهم عشيرة باسم أكو،
هي نفس هذه المدينة بالإضافة إلى مزين وغيرها، وقرية سيترب أيضا. نأتي إلى الكرد في حلب. يتواجد الكرد في مدينة حلب في أحياء الأشرفية، شيخ مقصود، شرقي وغربي، ويشكل الكرد حوالي 90% من عدد سكان هذه الأحياء. كما يوجد الكرد في السريان والحيدرية وبستان الباشا بنسبة تقدر ب10%، وبذلك يبلغ عدد الكرد القاطنين في مركز مدينة حلب حوالي نصف مليون نسمة حتى العام 2013. أما الكرد في دمشق فيتواجد الكرد في دمشق في أحياء ركن الدين وزور آفا أي دمر والصالحية والقابون وجرمانة، ويبلغ عددهم حوالي 800 ألف نسمة. نأتي إلى كرد الباب وعزاز. طبعا هنالك عشرات القرى الكبيرة التي تتوزع في مناطق الباب وعزاز والسفيرة وحلب. طبعا من تحدث أو بداية عن الكرد وقام بتوثيق وجودهم في تلك المنطقة هو الكاتب أحمد وصفي زكريا، وهو كاتب غير كردي. طبعا كاتب غير كردي. لا أستطيع أن أذكر لكم أسماء كرد منطقة الباب وعزاز لأن الأسماء كثيرة وكثيرة جدا. فقط بعض أسماء القرى في منطقة الباب: شدود، برج، بريش، تلجرجي، الرحال، حدث، سوسنباط، شيخ جراح، شيخ علوان، قباسين، قبة الشيح، نعمان، قرى الباب. عزاز: قعر كلبين، تلاتينية، تلتانة، دوير الهوى، عبلة، كسار، تل المضيق. على كل 35% من ريف عزاز قرى كردية. أما في الباب فعلى الأقل 50% من ريف الباب قرى كردية. عدد الكرد حتى العام 2013 في كل من العزاز والباب بلغ حوالي 150 ألف نسمة، ولكن هذا العدد قليل جدا جدا لأنه لا توجد إحصائية لسبب بسيط، أن عدد القرى والبلدات والمدن الكردية في ريف حلب الشمالي أي الباب وعزاز وغيرها يبلغون 139 قرية وبلدة. الآن آتي إلى المصادر. أورهان مصادر دراستي، طبعا سأذكر لكم مصادر دراستي من أين أتيت بهذه المعلومات التي في دراستي. أورهان محمد علي من كتاب عبد الحميد الثاني. أنيس مديوانية القامشلي. جرنوفيلهم الحوريين أو الحوريون تاريخهم وحضارتهم. الدكتور جمال رشيد أحمد وفوزي رشيد تاريخ الكرد القديم. جوان سعدون بداية نشوء الحسكة وتوطين العرب البدو فيها من قبل العثمانيين. خالد عيسى دراسات تاريخية الحزام العربي في ذكراه 30. عبد الرقيب يوسف الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى. محمد أمين زكي تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي. محمد جمال مراحل تاريخ إعمار الجزيرة السورية. محمد عبدو علي جبل الكرد عفرين دراسة تاريخية اجتماعية توثيقية وجغرافية شاملة. بحث عن كرد الباب وعزاز المهندس ياسر كوكو. هذه كانت الدراسة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. لكم جزيل الشكر.